السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أنكم تكونوا بخير. في هذا الفيديو إن شاء الله بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع، أن هاد الأشجار اللي ما كتكونش فيها حتى شي فايدة، علاش الناس كيزرعوها؟ علاش وهي كتاكل الماء، هي كتشرب الماء بحالها بحال الاشجار اللي كدير الغله. اللي كنشوف في الفيديوهات، بعض الفيديوهات كيلوحوهم الناس من برا، من الدول الاوروبيه، كنلقاو في كل الطرقات كاينين اشجار ديال الغله، يا حامض يا مشماش يا تفاح يا اي حاجه. وحنا قالوا لينا ديروا هاد الاشجار للزينه. اش بغينا حنا شي زينه؟ احنا بغينا الغله. كان يعني كاع الناس اللي بامكانها انها تزرع حاجه تفيد البشريه ديرها. الحاجه اللي ما عندها، اللي ما فيها حتى شي فايده، بلا ما نديروها. هو الماء كتشربوا لا هادي ولا هادي ونفس الشيء، ولين حاجه فيها فايده احسن من حاجه ما فيهاش الفايده. بحال النخل كيقول لك دير النخل الرومي. علاش اللي ما نديرش انا نخله، شجره النخل تكون كدير التمر بحال هذه دابا شحال هذه واكله ديال الماء بلا فايده، ما لا هي لا ضل حتى حاجه. جيت انا في هذا البلاصه، هذا المكان اللي كنخدم فيه، لقيت حتى شجره ما فيها الفايده. زرعت هذه لهنايا، هذه مزاحه ان شاء الله تكبر. وهنا زرعت هاد الكرم، التين هادو تاهي زرعتها، ودرت هذه تاهي. انا ضد ديك الفكره ديال الحاجه ديال الشجر ديال الزينه. خاصنا شجر ديال الغله، الشجر اللي نستافدوا منه. هذه لافوكا حتى هي زرعتها هنا. وهاد الشجر والله عرفتي بزاف الشجر بحال هنا في هاد الجنبات هنا، هاد الجنبات هادو هنا. علاش هنا اللي ما نكونوش دايرين هنا عنب، شجر العنب، يعني غيكون شجر العنب غيكون حسن. زرعت ثاني هنا لافوكا، ها هي هذه عندها تقريبا عامين سنتين. والله يا الاخوان، زعما هاد الموضوع هذا كيضرني في خاطري. بزاف ديال الطرقات اللي فيهم شجر بلا فايده نهائيا، ما عندها حتى شي فايده. الظل غادا ديروا لك، حتى الشجره اللي فيها الغله هي غادا دير لك الظل. غتنقي الجو. حتى الشجره اللي فيها اللي فيها الغله غادا دير لك الظل، غادا تنقي لك الجو، غادا دير كل شيء. علاش هو همونا حنا اننا نديرو شجر ديال الزينه، مع ان بامكاننا ان نديرو اشجار ديال الغله. بحال هذه بهذا الشكل. كانوا الناس الاولين كيزرعوا الشجر الأوكاليبتوس. الناس اللي كيكون ضاربهم البرد ولا مرض كياخذوا الوراق ديالو. بحال هاد الشجره الروميه هذه، اش غنديروا بها حنا؟ علاش مزروعه؟ علاش كتشرب في الماء هكاك باقيله؟ والنخل قال لك النخل الرومي، شنو النخل الرومي؟ ها يشرب الماء بلا فايده. قال النخل الرومي لا فايده فيه والو. الشجر ديال اللي تكون فيه الغله على الاقل الى ما نفعتنا حنايا غتنفع ولادنا وغتنفع ولاد ولادنا. كنتمنى كاع الناس يتطرقوا لهاد، يعني لهاد المشكل هذه ديال هاد اللي كيكونوا في الطرقات، ان كنزرعوا حاجه بلا فايده.
ما عندها حتى شي منفعة نهائيا. إذا إذا كان هذا الموضوع هو نيت بالفعل موضوع أنه خاصنا نهضروا فيه، خليوا لي التعاليق ديالكم والكومنتيرات ديالكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.